الموظف المثالي. انا حوالي 50 موظف في ال7 سنين. اكتر حد انا زعلت عليه لما قدمت استقالتها يعني كانت واحده معايا من 2018 واعرفها من 2015. اشتغلنا في فترات، كنت انا شغال في شركه وهي كانت بتعمل لي حاجات فريلانسنج يعني. وبعد كده 2018 اول واحده تعينت يعني. زعلت جدا لان هي مشيت 23، قعدت 5 سنين تقريبا، 5 سنين ونص كده يعني. 5 سنين ونص فول تايم، 8 سنين ونص شغالين مع بعض. انا بفضل الحاجه التكنيكال اللي هي كانت شغاله فيها خدت شغل كتير قوي. كانت مخلصه جدا في شغلها ودايما بتطور من نفسها. كان في سر انا الوحيد اللي اعرف ان هي معاها ابتدائي، بس حصتها في التعليم كله كانت ابتدائي. شافت في حياتها مواقف كتيره جدا ما تخليش اي حد يقف على رجله، وهي كانت مكمله. طبعا هو جالها شركه مالتي ناشونال بره مصر، الرقم اللي كانت بتاخده المصري اتقلب بقى دولار، فطبعا طبيعي ان هي تمشي يعني. فكانت ملهمه جدا بالنسبه لي ان المواقف اللي حصلت لها وحصتها في التعليم. فدي من احسن الناس اللي قابلوني في حياتي عموما. ازاي قدرت تستحمل كل ده، القصص اللي واجهتها كمان، الازمات اللي فعلا الناس ما تستحملهاش يعني. حاجه صعبه قوي قوي، حاجات كريتيكال قوي في الحياه، خلاص مش هنقوم تاني. هو بالورقه والقلم ملوش قومه وقامت.